ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول. والنهاردة هنتكلم على مراحل الإدمان، وهي 5 مراحل. أول مرحلة هي التجربة، والتجربة دي يعني الشخص المدمن بيجرب المواد الكحولية لأول مرة في حياته، وإما بيبقى بسبب حب الفضول اللي هو يجرب الحاجة دي، إما عن طريق أحد أصدقاء السوء اللي هو عرض عليه جرعة مخدرة أو إزازة كحول اللي هو يشربها، وبالتالي بتكون بس لمجرد حب الفضول اللي هو يعرف الحاجة دي بتعمل ايه. وفي المرحله دي بيحصل حاجه من اتنين: اما الشخص بعد ما جرب ما عجبوش اللي هو جربه فبيبتدي يبعد عن الموضوع ده، اما بتعجبه التجربه وبالتالي بينتقل الى المرحله الثانيه. والمرحله الثانيه دي اللي هو التعاطي الغير منتظم او الاستخدام الغير منتظم. بمعنى ايه الكلام ده؟ اللي هو مثلا مره يشرب كل اسبوع، يشرب مرتين كل اسبوع، لو عنده مناسبه زي فرح او حفله يشرب فيها. يعني بيكون تعاطي غير منتظم بالمره، ولمجرد مره او مرتين في خلال الاسبوع او حتى في خلال الشهر. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي الشخص المدمن بينتقل الى المرحله الثالثه، وده اللي احنا بنسميها الاستخدام الخطير او التعاطي الخطير. وفي المرحله دي المدمن بيبتدي يشرب كل يوم، وفعلا بيحس ان حياته بدات تتغير، وبيحس ان هو مقبول اجتماعيا وعارف يتكلم. وفي المرحله دي بيكون هو مدمن بس هو مش واخد باله اللي هو ادمن المخدرات. والمرحله دي دايما بتسمى عند المدمنين مرحله الحفله. ليه مرحله الحفله؟ لانه بيبقى مبسوط باللي هو بيعمله، مفيش حاجه خطره ظاهره في حياته، يعني ما بداش لسه يخسر شغله، او ما بداش لسه يخسر عيلته، او ما بداش لسه يخسر دراسته، وبيبقى مبسوط جدا لان المخدرات اديته حاجه كان هو دايما بيدور عليها. يعني لو مش مقبول اجتماعيا اصبح مقبول اجتماعيا، لو كان بيخاف يتكلم اصبح بيعرف يتكلم، لو كان بيخاف حتى يتكلم مع الجنس اللطيف المخدرات اديته جرأة اللي هو يتكلم مع الجنس اللطيف. ودايما الحياة في المرحلة دي بتبقى سعيدة بالنسبة له، وفعلا هو بيبقى مدمن بس هو مش حاسس بكده. طب بعد ما بيخلص المرحلة الثالثة ايه اللي بيحصل؟ بيجي بقى لمرحلة الإدمان. في المرحلة دي الشخص حياته كلها بتبقى متمحورة حوالين المواد المخدرة اللي هو بيشربها، ولو حتى ما شربش في يوم بيحس ان اليوم بتاعه مش مظبوط وحياته بقت كئيبة. حتى ممكن يشعر ببعض أعراض الانسحاب لو ما خدش المادة المخدرة اللي هو بياخدها أو الكحول اللي هو بيشربه. وفعلا حياته بتبقى أصبحت سيئة شوية. ليه؟ بدأت العيلة تعرف، بدأ يحصل مشاكل في شغله، بدأ يحصل مشاكل في دراسته، بدأت فلوسه تقل لأنه أصبح مدمن. وبعد ما بيخلص المرحلة دي بينتقل للمرحلة الأخيرة، وهي الاعتماد الكلي. ودي يعني أسوأ من الإدمان الفعلي. ليه؟ لأن خلاص هو أصبح معتمد اعتماد كلي وجزئي على المخدرات، ولا همه بقى أي مشاكل حصلت في حياته، ولا هم عيلته، ولا همه مراته، ولا هم شغله، ولا هم دراسته. أهم حاجة عنده اللي هو يشرب مخدرات أو المواد الكحولية اللي هو أدمن عليها. وفي المرحلة دي بيفقد السيطرة على نفسه. مين اللي بيبقى مسيطر عليه؟ المواد المخدرة أو المواد الكحولية اللي هو بيشربها. والمرحلة دي بتسمى عند المدمنين مرحلة القاع، اللي خلاص كل حاجة في حياته باظت وأصبحت من أسوأ لأسوأ، وأصبح معتمد اعتماد كلي وجزئي على المواد المخدرة أو المواد الكحولية. وفي المرحلة دي بيحصل للشخص المدمن حاجة من اتنين: إما اللي هو يطلب العلاج علشان يرجع شخص منتج وشخص كويس في المجتمع، اما بينتهي بيه الامر في مصحه كمجنون او في السجن كمسجون، اما ممكن يصاب بعزله تؤدي الى الانتحار. والمرحله دي اخطر مراحل الادمان، علشان كده دايما بنسميها مرحله القاع. وبكده ال5 مراحل بتوع الادمان خلصوا، وهم على عجاله: التجربه، التعاطي الغير منتظم، الاستخدام الخطير، الادمان الفعلي، مرحله الاعتماد الكلي وهي مرحلة القاع. وفي نهاية الحلقة أحب أقول لكم على قد ما مرض الإدمان قاسي وصعب، لكن مع الدعم والتوجيه بيتم السيطرة عليه. وأحب أطمنكم إن الموضوع سهل جدا للي عاوز يتعالج، سواء كنت ولد سواء كنت بنت. إحنا هنا علشان نوجهك ونديلك الدعم المظبوط ونرجعك شخص منتج في المجتمع. وبنحب نطمن أي أب وأي أم: إذا احتجتوا أي حاجة إحنا هنا لمساعدتكم وتحت أمركم في أي استشارة، وبإذن الله هنقدر نسيطر على هذا المرض اللعين بالدعم والتوجيه. ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الكل عشان تعم الفائدة،
وتفعلوا جرس القناة ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم وليد خطاب، ادكشن ريكفري كوتش.